حكايتي النهاردة عن محمد حمدان دجلو الشهير بحميدتي. تعالوا نعرف حكايته ايه. اتولد سنة 1975 في دارفور، وانقطع عن التعليم سنة 1991 ولم يكمل تعليمه. اشتغل في تجارة الأغنام والجمال، ومن هنا بدأ في تكوين فرق من الميليشيات المسلحة لتأمين القوافل والحفاظ على تجارته. وبدأت الميليشيات تكبر فأصبحت قوات كبيرة. من هنا بدأت الحكومة السودانية برئاسة الرئيس عمر البشير استخدامها في دارفور مع ميليشيات الجنجويد لردع قوات التمرد المسلحة في دارفور. ومن هنا دخل حميدتي في عالم السياسة في السودان، وأصبح نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بفضل عمر البشير. وفي 2023 عمل حميدتي دمج من ميليشيات الجنجويد وبعض القبائل الأخرى مع قوات الدعم السريع تحت اسم وحدات استخبارات الحدود. دخل حميدتي في الجيش السوداني وأصبح عميد، وده سنة 2007. وفي 2013 قرر عمر البشير إنشاء قوات الدعم السريع تحت قيادة حميدتي، وكان الرئيس السوداني عمر البشير هو اللي بيشرف عليها بنفسه، بالرغم من إنهم ملهمش دعوة بالجيش، بس لأنهم ميليشيات مسلحة ضمهم عمر البشير للجيش السوداني. حميدتي استغل قوته ونفوذه واستولى على مواقع الذهب وبقت تحت سيطرته، وسيطر على كل الميليشيات الصغيرة والكبيرة في السودان، وأصبح واحد من أغنى أغنياء السودان بفضل الذهب اللي استولى عليه، وكمان بفضل بعض الدول العربية اللي بتسانده. في 2019 تمت المظاهرات في السودان وغادر حميدتي بالبشير، وتم الإطاحة بالرئيس عمر البشير مع استمرار استغلال حميدتي قوته في السودان حتى أصبح نائب رئيس المجلس العسكري. وفي 2022 تم اتفاقية بين البرهاني وحميدتي لإنهاء الأزمة السودانية، بس حميدتي كان مصمم على استمرار دمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني. وصل الأمر بينهم للاشتباك بالسلاح والصراع على من يتولى القائد العام للجيش السوداني. طبعا كل ده على حساب الشعب السوداني حتى أصبحت حرب في السودان. ما تنسوناش في اللايك والكومنت، ولو عجبكم الفيديو فعلوا زر الجرس